سلام سلام خياتي، سلام سلام عميراتي، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده يا رب. اونفان دو غوتور حبيباتي، عبالي بلي طولت عليكم الغيبه، مي راني وليت معكم وان شاء الله العوده تكون بقوه حبيباتي. وشكرا لكل وحده سقسات عليا وكل وحده بعثت لي ميساج وتقلقت عليا، نقول لك تشوفي غير الخير في حياتك ان شاء الله. عاودت وليت عليكم حبيباتي، ما وليتش يديا فارغين، جبت لكم اروع مملحات ساهلين ماهلين والبنه ولا اروع، صدقوني يطيروا بهم من الطاجين. شوفوا حبيباتي، ما فيهمش مقادير بزاف، ما فيهمش تعب بزاف، ويجوا روعه. يلا نروحوا مباشره للوصفه وطريقه التحضير. بادئا ببدء نبداو بالعجينه تاعنا. واش نسحقوا في ريسيبيون؟ نسحقوا كاس حليب دافي، الكاس اللي نقيسوا به اللي يرفد 220 مليلتر، نزيدوا عليه كاس ماء دافي ونص كاس تاع الزيت. انا هنا استعملت زيت نباتيه، كل وحده تستعمل واش حبت. درت نص كاس تاع الزيت، زدت عليهم مغرف صغيره تاع العجين، البنات هنا مغرف هذه تاع الديسير يعني ماشي الكبيره، ما نسحقوش خميره بزاف. وزدت عليهم مغرف كبيره تاع السكر، هذه مغرف كبيره بصح تاع الخميره نديروها غير صغيره. وراني حنزيد عليهم مغرف صغيره تاع الملح. نسي نخلط هذه المكونات حتى ندوبوا شويه السكر ونفعلوا شويه الخميره تاعنا، ونضيفوا لها مغرف صغيره تاع حلويات عفوا تاع خميره الحلويات باش تعطينا هذيك لا دوغور ولا التحميره الشابه في الفطائر تاعنا. هنا كيف كيف ندخل هذيك الخميره تاعي ونجوزو للفرينه. هنا البنات الفرينه ما عطيت لكمش القيس، كل وحده على حساب نوعيه الفرينه تاعها. درت كميه تاع الفرينه كيما كنتو تشوفوني نرفد بهذا الغراف صغير، ندير كميه تاع الفرينه ندخلها ونبدا نشوف. ليسونسيال البنات العجينه تاعنا ما نسحقوهاش يابسه، يعني ما نسحقوش كيما تاع البيتزا تكون يابسه، نسحقوها نخلوها تتلاصق شويه باسكو ماناش حنسحقوها كامل نعجنوها، انا حنلموها برك. كيما شفتوني هنا درت كميه تاع الفرينه وراني نضيف غير بشويه. هنا نحيت الفوي باش ما يلعبها ليش، باش ندخل يدي ونحس لا تيكستور تاع العجينه تاعي باش ما تلعبها ليش ونقصحها. البنات علاش نخلوها هكاك طريه وخفيفه؟ باش الفطائر تاعنا يجونا فارغين من الداخل، يجوا فريمون فارغين، ما يجيناش هذاك الفتات والفطيره تاعنا تجينا ثقيله. هاي لك حبيباتي، هنا راني نلم فيها فقط، ما عجنتها، ما درتها فوق لو بلان دو طرافاي، ما والو، يعني ما كوبيت لكمش كيما راكم تشوفوا، سرعت برك لا فيديو باش ما تجيناش طويله. هاي لك حبيباتي العجينه تاعي. هنا بعد ما شفتها تلمت سي بون، غطيتها فيلم اليمونتير، ندير فوقها هكا سربيته ونخليها تخمر معانا لو طون اللي نروحو نوجدو الحشو. هنا الحشو يقعد اختياري، من الحشو اللي درتو انا البنات صدقوني يجي هذا واش نقول لكم بنين بزاف. هنا كانت عندي شويه سكالوب كيما كنتو تشوفوا، ماشي كميه كبيره، قطعتها هكايا شرائح، درت لها مغرف صغيره تاع توابل الشاورما، مغرف صغيره تاع فلفل الكحل، مغرف صغيره تاع الكركم كيما راكم تشوفوا، ودرت لها شويه تاع البابريكا ولا العكري. وهنا زدت لها الملح بيان سور حسب الرغبه والذوق تاعك. هنا ندير لها مغرف صغيره تاع الخردل ولا لا موطارد، نزيد عليها مغرف صغيره تاع العسل اللي حيعطيني ذوق بزاف هايل. مغرف صغيره برك اللي نقيسوا به، نبداو نقيسوا به كامل المكونات. هنا درت مغرف تاع الخل ومغرف كبيره تاع الزيت. هنا حبيباتي بعد ما درت كامل التوابل تاعي نجي نخلط هذيك لا ماريناد تاعي مع لي سكالوب حتى ندخلوها تري بيان ونخلوها. هنا صراحه نكون ما خليتو لي سكالوب تاعكم يتشرب هاد لا ماريناد كل ما جاكم بنين بالبزاف، الا ما كانش عندك الوقت بيان سور دير ودفع. هنا غلقت لابواط تاعي ودرتها فريجيدار حوالي نص ساعه تريحت معايا. بعد ما جازت نص ساعه جبت المقله تاعي، درت لها 2 مغارف كبار تاع الزيت وحطيت هذيك لا ماريناد مع لي سكالوب تاعي. شوفوا البنات بعد ما تشرب لنا كميه لا ماريناد اللي درناها. هنا نهبط لي سكالوب تاعي في المقله ونخليه يتقلى لي على نار هاديه، ما نقويوش للنار البنات باش يعني باش ما نخطفولوش الطياب تاعو، ويطيب غير بالعقل ويطيب بالطري ما يجيش ناشف. غير نشوفوه بدا يرفد لنا الطياب، يعني بدات الطياب يدخل لي سكالوب تاعنا. نضيف له حبه تاع بصل اللي كنت قطعتها كمربعات صغار مع حبيبه تاع طرشي، ولا كنتو تحبوا تحار تقدروا تعوضوها بالحار. درت قرن تاع طرشي قطعته هكا دي روندال، رميته مع لي سكالوب. كيما نعرفوا البصل كي يتقلى تري بيان كي هو كي الفلفل كي يتقلى تري بيان حيعطينا بنه هايله. هنا خليتهم هكا يتقلاو لنا مليح على نار هاديه حتى نشوفوا البصل والفلفل والسكالوب تاعنا طابوا معنا. الاهم من هذا البنات ما نخلوهمش ينشفوا، يعني ما نسحقوش لافاخ تاعنا تجينا ناشفه. كي نشوفهم طابوا لي كامل راني حنزيد كريمه طازجه ولا لا كريم فريش لي سبيسيال تاع الطياب، يعني ماشي تاع الكاطو، حتعطينا قوام شباب للحشو تاعنا وحتجينا مشمخه، يعني ما تجيناش ناشفه. ما نديروش الفرامج، ما نديرو حتى حاجه، لا فخس هذه بحد ذاتها حتجي بنينه وتجي مشمخه.
فوالا درت كميه كيما شفتوني، ونخليها تكتك واحد 2 دقائق برك ونطفيو عليها. هنا حبيباتي نعاودو نولو للعجينه تاعنا بعد ما كانت اتفاعلت. نحلها الفيلم اليمونتير. شوفوا البنات هنا نجي نديغازيها برك. شوفوا البنات كيفاش تكون تتلاصق، يعني تجي هكا نسحقوها تكون تتلاصق، يعني ما نسحقوهاش قاصحه. هنا راني حنحيها غير هكا من الريسيبيون ونحطها في لو بلون دو طرافاي اللي نكون رشيتو بشويه تاع الفرينه، ماشي بزاف البنات، ما نسحقوهاش تقسح معنا. شوفوا البنات العجينه شحال تجي شابه، اون ديري عجناها، وحنا كيما شفتوا ما عجناها ما مسيناها ما والو، لميناها برك. هنا درت غير الفرينه باش تعاونني باش ما تغلبنيش وتقعد تلصق لي في لو بلون دو طرافاي. ندير العجينه تاعي هكا على شكل بودان كيما راكم تشوفوا باش نجي نقطعها. هنا التقطيع يقعد اختياري على حساب كل وحده كيفاش حبت الخبيزات تاعها، كاين اللي تحبهم كبار كاين اللي تحبهم صغار، كل وحده كيفاش حبت. هنا البودان تاعي نقسمو على 2 وكل نص نقسمو على 5 اجزاء، يعني طيح لي 10 خبزات. هنا نجي نبولي هكا لي بولات تاوعي باش طيحوه في خبيزات يكونوا مدورين هكا شباب باش يسهلوا لنا الخدمه. هاملك حبيباتي هنا درت الصينيه تاعي اللي كنت دريتها بشويه تاع الفرينه. نكمل نبولي كامل هادوك الخبيزات تاوعي ونحطهم في صينيه نغطيهم ونروح مباشره نبدا نفاصوني فيهم، يعني مانيش حنخليهم يخمروا المره الثانيه. هنا جبت لابول تاعي اللي خدمتها الاولى، سبوت دريت شويه فرينه في بلون دو طرافاي ونجي نحلها. نسيو نحلوها في الرقيق البنات، ما نخلوهاش خشينه باش ما تقعدلناش عجين، يعني باش طيب معنا. كيما قلت لكم هاد الفطائر حنطيبوهم في بانيونوز ولا في مقله ولا في طاجين، يعني مش حيدخلوا للفور. الوغ لازم نرققوا العجينه تاعنا باش نضمنوا بلي حطيب معنا وما تقعدلناش خضره. شوفوا البنات لافارس كيفاش تجي مشمخه وتجي بنينه، صراحه البنه تاعها كراف هايله اون تاع برا. هنا حبيباتي درت هكا كميه تاع لي سكالوب، كل وحده دير الكميه اللي حبت. وهنا بيان سور في الاضافات كل وحده دير اضافه اللي حبت. انا هنا درت هذيك لافارس تاعي زدت لها شويه تاع الفرomاج بلون كيما راكم تشوفوا، وزدت لها شويه تاع الفرomاج غابي. وهنا تقعد اختياريه، حبيتي تزيدي الزيتون حبيتي تزيدي المعدنوس كل وحده واش تحب تزيد. هنا كيما راكم تشوفوا درت شويه فرomاج بلون وقليت بيان سور شويه تاع لي فريت. كيما تعرفوا الدراري يحبوا البطاطا في هاد الفطائر. اون بليس دو سا باش تتزكنا الحاله، يعني باش الحاله تكفي. هاي لك حبيباتي هنا درت هكا حبيبات تاع البطاطا اللي كنت قليتهم. ونجو نغلقوا الحبه تاعنا. انا نغلقها بهاد الطريقه ما تتحل معنا ما والو. هنا نغلق هكا الطرف الاولاني والطرف التحتاني تاني نزيد نغلقه. وكي نغلق البنات في هذه المرحله نسيو نزيدو نجبدو هذوك الحواشي، يعني نسيو نابلاطيوهم باش يجونا رقاق باش ما يقعدوش هكا خشان، يعني نسيو نجبدوهم هكايا بهاد الطريقه ونروحوا نغلقوهم هكا شغل انفلوب، نديرو جهه على جهه ونغلقوها غير هكايا. البنات ماش حتتحل معكم ما تخافوها ما والو. هاي لك الخبزه تاعنا كيفاش تجي، ونسيو نسقموها يعني بكل اريحيه ما تتقطع معنا العجينه ما والو. هاي لك اني حنطيبها في بانينوز. قلت لكم ماشي لازم البانينوز البنات يطيبوها في طاجين، يا تكون عندكم مقله برك تكون ثقيله يعني ما تكونش تلصق، حيطيب معاكم فاسيلمون البنات وما يقعد لكمش خضر ما تخافوه ما والو. المهم ركزوا على الطياب البنات. لا طيبتوها في طاجين ولا في مقله سيو ما تقويوش للنار باش ما يتخطفها لكمش، يعني باش ما تديلكمش هذيك التحميره والداخل تقعد خضره. سيو ديروا على نار متوسطه وطيبوها في كاع لي كوتي، يعني في 4 كوتي كامل. اقلبوها كل ما طيب في جهه اقلبوها في الجهه الاخرى حتى طيب لكم كامل كيما راكم تشوفوا. هاي لك حبيباتي كيفاش يجوا معنا بعد ما طيبناهم كامل. مام لي بوردور البنات هذيك التحتانيه والفوقانيه طيبوهم. شوفوا البنات كي نقسموهم كيفاش تجي الحبه، يعني تجي مشمخه تجي منديه. سيرتو لا كثرتوا لها الفرامج واش نقول لكم شهيتكم في الجنه حبيبات قلبي. هاي لك الصوره راهي واضحه. سيرتو لي عشاق المملحات والسقايط كيما هادو نقول لكم ديروهم وعينيكم مغمضين، يعجبوا دراري ويعجبوا الكبار، يعني يعجبوا كبار وصغار. هنا قدمتهم مع شويه تاع لي فريت وشويه تاع لي صوص وكل وحده تقدمهم على الطريقه اللي توالمها. هاي لك حبيباتي هنا نسي نقرب لكم في الصوره باش تشوفوها، يعني ميم لو كان ما ديروش الفرامج كيما سبق قلت لكم لافارس تاعنا هذه بحد ذاتها ما راش حتجي ناشفه. هاي لك حبيباتي وهنا نكون وصلت لافين تاع لا فيديو. ما عليا غير نقول لكم ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم، ان شاء الله تجربوها وتنجحوا فيها. واللي دخلوا معايا اول مره للقناه نقول لكم ما تنساوش اختكم بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. وهنا عندي طلب صغير لكم حبيباتي، ولا قدرتوا تبارطاجيو لا فيديو مع احبابكم باش تعاود تطلع القناه وتعاود
يشوفوها اكبر نسبة مشاهدة باش نعاودوا نرجعوا الحياة للقناة. وانا حبيباتي ما عليا غير نقول لكم كالعادة دمتم في امان الله.